السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتسمع في الدرس الكلمات بتاعة الإنجليزي بالترتيب؟ خليني أقول لك إن ده خطأ جسيم، وعشان تحل الخطأ ده هقول لك على 3 طرق إن شاء الله مش هيخلوك تنسى الكلمة لما تحفظها. بس الأول نشترك في القناة، وقبل ما نشترك في القناة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريقة الأولى هي التفكيك الذهني للكلمة. يعني إيه يا جميل؟ يعني تقسم الكلمة بطريقة يبقى سهل عليك إنك تحفظها وما تنساهاش. فمثلا هاجي على كلمة شبه جزيرة، كلمة شبه جزيرة اسمها إيه؟ بيننسلا. طب هقسمها إزاي دي يا أستاذ؟ أقسمها بين قلم، وبعدين إن في، وبعدين صلا، اس يو ال اي. طيب كلمة هام significant أقسمها إزاي يا أستاذ؟ صايل لافتة، وبعدين اف اي اف، وبعدين اك اي سي، وكلمة انت في الآخر عمرك ما هتنساها. طيب إيه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية إنك تختار لاحق في آخر الكلمة أو بادئ في أول الكلمة وتبني عليه. فمثلا ال A وال N وال C وال E ده لاحق بيبقى في آخر الكلمة بيتبنى عليه حاجات ياما، زي مثلا على سبيل المثال كلمة assistance، كلمة importance، كلمة significance. طيب كل دوت بينتهي بإيه؟ بينتهي بالA والN والC والE. طب الطريقة التالتة هي إيه؟ والطريقة التالتة دي خلي بالك هي بتحتاج مجهود شوية، بس لو عملتها عمرك ما هتنسى الكلمة. هي إنك تكتب الكلمة بالعكس. خلي بالك الكلمة اللي هتكتبها بعكسها، بعكس الاتجاه بتاعها، عمرك ما هتنسى كتابتها بالمعدول أبدا. يعني لو جيت تكتب كلمة study وتكتبها بعكس الاتجاه بتاعها، يعني من الآخر للأول، عمرك ما هتنسى الكتابة بتاعتها أبدا. فأنا قلت لك 3 طرق أهوت. لو أنت عندك كلمة شايف إن في طريقة من ال3 ما تنفعش معاهم فيها، طب اكتبها لي كده في التعليق وأنا أقول لك ممكن نعمل فيها إيه. وقُل لي إيه أكتر طريقة من ال3 عجبتك، أو لو أنت بتحفظ بطريقة مختلفة، في طريقة مختلفة بتقدر تحفظ بيها، اكتب لنا في التعليقات على الطريقة اللي أنت شايفها الأفضل بالنسبة لك. في النهاية لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة، وكل سنة وأنتم طيبين، وقولوا لنا عن الطريقة الأفضل بالنسبة لكم في التعليقات.